أهلا بكم، معكم علاء فهمي من ايزي ميكس، والنهارده بإذن الله مكملين مع بعض في كورس احتراف في الإيكولايزر، ومع نوع جديد من أنواع الإيكولايزر وهو السبليت EQ. السبليت EQ هو نوع جديد من أنواع الإيكولايزر، ظهر من حوالي سنتين بالظبط، وأصدرته شركة ايفنتايد. طبعا حصلت على براءة اختراع، إن هي الشركة الأولى اللي عملت التكنولوجيا دي أو الخوارزمية دي في العمل، وهي تكنولوجيا قايمة على فصل إشارة الصوت. هي بتحلل إشارة الصوت اللي داخلة للإيكولايزر وتبدأ تفصلها لجزئين. جزء اللي هو بنسميه الترانزينتس، تمام، والترانزينتس اللي هي بداية الصوت أو بداية الأصوات. بداية الأصوات القصيرة جدا، يعني بداية الأصوات والأصوات القصيرة جدا اللي ما بتاخدش وقت وبتخلص، بنسميها ترانزينتس. زي صوت مثلا السنير، خبطة السنير مثلا، دي ترانزينتس. تمام، زي مثلا انك تكون بتتكلم وفجأة الهمزة دي اللي طلعت دلوقتي، دي ترانزينتس. الحاجة اللي هي بتعمل بيك كده وما فيهاش نغمة، يعني هي حاجة بتعلى فجأة وما فيهاش بعد نغمي يعني. تمام، فدي بنسميها ترانزينتس ومعروفة يعني. وحتى ترانزينتس معناها العابرون، وكلمة عابر دي يعني حاجة بتعدي بسرعة. فهي فكرة الترانزينتس إن هي جزء من الصوت بينتهي بسرعة جدا، وبيكون في بداية الصوت، فبيكون قوي. أقوى جزء في الصوت اللي هو بداية الصوت. طيب، والجزء التاني من الإشارة اللي هو التونل، الجزء بقى اللي فيه السستين، بقية الصوت، أو الديكي بتاع الصوت، أو الديكي بتاع النغمة، السستين بتاع النغمة، اللي هو النغمة بقى اللي فيه النغمات، الصوت اللي فيه نغم. تمام. زي على سبيل المثال، لو انت بتلعب جيتار، فانت مثلا بتخبط الاوتار كده، فاول خبطه دي اسمها ترانزيتس. وبعد كده الكورد نفسه بقى، الصوت المزيكا ده اسمه الايه، اللي هو التونز او التونال يعني. فاشاره الصوت بتخش في الايكولايزر ده بتنقسم الى ترانزينتس وتونال، او ترانزينت وتونال. ترانزينت الحاجات اللي ايه، اللي هي اللي فيها ريزم، اللي فيها خربشة، فيها صوت لعب الضوافر على الجيتار، اي حاجة من هذا القبيل، حاجات اللي هي ما فيهاش مش نغمات. والتونال الحاجات النغمات. طيب، ازاي البلجن ده بيعمل كده؟ هو الفكرة بتاعت الفصل بين الترانزينت والديكي او السستين هي فكرة كانت موجودة قبل كده، واي كومبريسور يقدر يعمل كده. بس الفرق بين السبليت اي كيو والكمبريسور ان الكمبريسور بيشتغل على الانفولوب بتاع الصوت، اللي هو ال ADSR، شرحناه بالتفصيل في كورس الكمبريسور. فاللي هو عندنا ان الصوت اول ما أو يعني بداية النغمة بتكون قوية، اللي هي الاتاك بتاع النغمة، وبعد كده الديكي، وبعد كده السستين، وبعد كده الايه، الريليز، اللي هي نهاية النغمة. فالشكل ده لو فاكرين. ف الكمبريسور بيشتغل على الموضوع ده، يعني ADSR. هو تبدأ ان انت عايز ترانزنت بس، مش عايز سستين، مش عايز ديكي، عايز قد ايه من الديكي، عايز قد ايه من السستين، عايز الريليز يبقى سريع ولا بطيء، عايز يبقى فيه هولد. الحاجات دي كلها احنا كنا ايه شرحناها. لكن السبليت كيو لا، مش بيشتغل بالطريقة دي. هو بياخد إشارة الصوت يحللها. تمام. بعد ما بيحللها بيبدأ يشوف أنهي أجزاء في الصوت بتنتهي بسرعة، وده اللي بيسميه عنصر الوقت، تايم. تمام. دي بيعتبرها ترانزيتس. تمام. وكمان بيعتمد على فكرة التردد، يعني فكرة التايمنج والفريكوينسي. فبيعتمد على الطريقتين دول ان هو يحدد الترانزيتس و التونال. يعني اي حاجه بيلاقيها طويله شويه فبتاخد وقت شويه، يبقى دي الايه، دي تونال، حاجه فيها نغمه. انما اي حاجه بتظهر فجاه وتختفي فجاه دي بيعتبرها ترانزيتس. تمام. فدي الطريقه اللي بيشتغل بيها. فبتختلف بقى عن مثلا الكمبريسور او اي بقى في بلجنز كتيرة كده بتلاقيها بتعمل ايه، ساوند ديزاين او ترانسينت ديزاينر، اللي هو بتاع SPL مثلا. ف
SPL Transient Designer بيقسم الصوت برضو لإيه أتاك وريليز، فبتقدر تتحكم عايز أتاك قد إيه، ريليز قد إيه، عايز تشيل الريليز خالص وتخلي الأتاك بس كده يعني. بس الفرق إن التاني مفهوش تحكم يعني، وكمان ما بيشتغلش على نطاق واسع يعني، هو بيشتغل على صوت سنير مثلا، صوت كيك كده، حاجة يعني قصيرة وصغيرة، إنما ده بيشتغل على صوت كامل، على أغنية كاملة. مختلفين يعني. ده الفرق بين السبليت EQ وبين إنك تستخدم مثلا ترانزينت ديزاينر مثلا.